السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم شلاضه رائعه كتجي في المذاق رائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. وإلا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وباش ما نطولش عليكم اكثر ما ننساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو مباشره في الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. صافي كيف ما شفتوا معايا اول حاجه غنبدا بها هي الخس اللي غنقطعو طريقه صغار. صافي غنبدا مباشره باش نحطو في الاناء. صافي عندي هنايا لافوكا اللي نقيتها وعصرت ليها شويه د الحامض باش هكا ما تكحلش معاكم. صافي وندوز حتى هي نقطعها. غنزيد عليهم شويه ديال الزيتون. صافي وغنزيد عليها هنا علبه ديال الطل اللي غنصفي لها داك الزيت. صافي عندي هنايا الرز اللي سلقت هو والزبيب وشويه د الملح ندوز باش نصفيه. صافي ونحطو واحد شويه يبرد عاد نزيدو على داك المكونات الاخرين. غندوز هنا عندي معلقه ديال المايونيز. غنزيد شويه ديال الابزار. عندي هنا كذلك شويه ديال الملح. عندي هنايا شويه ديال زيت الزيتون. صافي اخر حاجه غنزيد داك الرز من بعد ما برد ليا واحد شويه. صافي غندوز مباشره نخلط كاع المكونات مع بعضياتهم. تقدروا تزيدوا المايس، تقدروا تزيدوا اي حاجه اخرى. صافي غنخلط المكونات مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا. صافي كتشوفوا معايا كيفاش كيجي، راه كتجي هاد السلطه رائعه. راه ما كتفرقوش نهائيا بين الحلو والمالح. هذاك الحلو والمالح كيجي مواتين مع بعضياتهم، كتجي شي حاجه اللي رائعه بزاف. غندوز باش نقدمها معكم. صافي بالنسبه للتزيين انا زينت هنا بشويه ديال الخيزو، وغنزيد كذلك شويه ديال الخيزو من الفوق بهذه الطريقه. وتقدروا تزيدوه من الاول. صافي كنضيفوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم. كيف ما شفتوا معنا كيكون هذا هو الشكل النهائي. انا زدت ليها شويه ديال المايونيز من الفوق، صلصه المايونيز. وكالتزيين كيبقى اختياري، زينت هنا بشويه ديال الطماطم كيف ما قلت لكم، خيزو درتو على شكل قليبات وشويه ديال الخيزو من الفوق. وكنقدموها بالصحه والراحه، راه فعلا كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك والبارطاج. ونقول لكم بالصحه والراحه، فيديو جديد وصفه جديده ومع السلامه.